هلا ومرحبا فيكم يا جماعة. بقول لكم موسم الشتاء دائما في أكلة مفضلة خاصة عند البدو، وفي أكثر وايد يحبونها، وخاصة الدول الخليجية يحبونها، اللي هي الفقع. الفقع يا جماعة جايب لكم خبر دليل موثوق منه، وبحط لكم صورة عندنا الفيديو ما ينزل بالسناب، بنزل لكم الصورة. حاولت انزل بالمقاطع ما ادري ليش يرفض، بس المقطع تخيلوا في سوريا بلاد الشام يبيعون الفقع على 120 فلس الكيلو، يعني ب1000 ليرة. 1000 ليرة كانت هذا قبل 6 دنانير الكويتي، ولكن وصلت إلى 120 فلس. والله يا جماعة المقطع يقول يا بلاش مو مزاد، لا مو مزاد، كيلو تعال خذ وايد وخير من الله، تعال خذ على الكيلو 120 فلس. فباكر بعد كم يوم راح يصل ديرتنا الحبيبة الكويت، الأرض المبروكة. ولكن احنا هني يصلخون لنا صلخ على والدينا. ليش؟ أول ما ينزل وناسة الفقع يا جماعة، ترى الفقع وبشركم وصل، فالناس تتراكض كم يوصل الكيلو ب100 دينار. بعدين تصير حبة خشوم وكلها هوازية ومبوسة خشم، هذه يصير 80 دينار، ومن يمين يسار تصير ب50 ب40 ب30 ب20. هذا وين اللي يشتريه عاد؟ زين. وبعدين من تكثر وينا موسم بداية الصيف والحر ويخيس، بدا يخيس يبيعون لك الكيلو ب4 دنانير 5 دنانير. يلا روح بلاش، واحنا ناخذ ونجمد، ناخذ ونخزن حق ناكل. يعني اكله من الله مباركه. وشوف يعني ليش الدول، حتى الدول الخليجيه سبحان الله لا يبون من سوريا اسعارهم رخيصه، بس عندنا في الكويت ما ادري ليش الناس اللي يبون من برا بطرقهم، عاد بطرق شلون يدخلونها، بشلون ما ادري شلون بطريقه الشركه ما ادري ايش يسوون. اما وصلوا الكويت والله ما يرحمون. يعني من ياخذ بعدد كبير كم يطلع عليه؟ 120 فلس الكيلو، كم يطلع عليه؟ يقول 100 فلس مع الجمارك مع الدوخه مع الطريق جماعه، يتكلف عليك الكيلو كله بدينار كويتي. يعني لو تبيع الدينارين انت ربحان، لك اجر وهم. وكلت الناس فقع اللي كل سنه يلا يدوروا الحول، ويمكن حصل يمكن ما نحصله. فلا تطمعوا والله يبحرقوا لنا حرق. وشوفوا اول ما يوصل من يقول لك الفقع من سوريا، افهم ان كان الكيلو 120 فلس، وعليك الحسبه والله يعين. وباكر ينزل من بعد كم يوم راح ينزل صدقوني، لان انتشر بسوريا انتشر شهر كبير، فراح ينزل بالكويت والله راح يحرقون لنا حرق ويكرهونك حتى بالفقع. وفي ناس حتى من ياخذ 100 دينار الكيلو راح يفتخر ويصور ترى اول واحد خذ فقع 100 دينار، الله ما شاء الله ما شاء الله. والله كلهم حارقين حرق ويقصون علينا، حتى الدينار ما ظل يتنفس باخر الشهر. فالله المستعان.